علي بن أبي طالب كان أكو عنده صديق بالكوفة، ناسنا يسموه مجنون مسودن. أهل البيت يقولون المجنون من آثر الدنيا على الآخرة. قالوا لهم هذا شو نسميه؟ قالوا مبتلى. واحد من ذول المبتلى بالكوفة كان هذا يطلع يركض بالشارع، وبحالة تدرون ذول بهالحالة كل واحد منهم عنده فد شيء يمتاز به، يو حكاية يو صوت يو حركة. هذا شنو اختصاصه؟ من يشوف جنازة رايحة للجبانة اللي هي حي الحسين، وين كوميل، هاي كانت مقبرة الكوفة هاي، فمن تطلع جنازة هناك جبانة هذا يركض قدامها يصيح أيها الناس الرحيل الرحيل. الإمام علي عليه السلام كان يحب هاي حكايته الرحيل، يقولوا حلوة، يقولوا هاي موعظة. يوم من الأيام شاف جنازة علي بن أبي طالب تمشي وأبو الرحيل ما هو، قالوا وين أبو الرحيل؟ قال له شايلي يا أمير المؤمنين. والميت أبو الرحيل نفسه رحل. بكى علي وشال التابوت على متنه ونزل بقبره ووقف على قبره قائلا ما زال يدعو بالرحيل مناديا حتى أناخ ببابه الجمال.